سأتقاسم الحوار مع الدكتور أمين، يعني شخصية جميلة وراقية، ونتحدث بعده ونتحدث بعد الأدب والعلم شيء صعب، ولكن سأتحدث فيما يشغلني وفيما يهمني وفيما أعرفه. المسرح ليس اعتباطيا، المسرح يعطينا أناس قادرون على الوقوف، على المواجهة، قادرون على التوازن النفسي والجسدي والعقلي. لهذا أنا دائما كنت ولا زلت أشير أن المدرسة يجب أن يكون لديها مسرح، لأن البداية تبدأ من الطفل وتبدأ من البدايات، أن نخلق لهم فضاء للتعبير، فضاء لمحاربة الخوف، فضاء للتعبير عن أنفسهم، فضاء كي يكونوا شخصيات قوية، حضور قوي، أن يتغلبوا على الخجل، أن يتغلبوا على أشياء كثيرة. إذا أنا بالنسبة لي المسرح هو التوازن، هو المتنفس، هو أن نخلق شخصيات قوية، شخصيات محاربة، لأن لا نخرج للدنيا كي نجد الطريق سهل ومعبد، نخرج كي نحارب، نخرج كي نحارب بأسلحة العلم، بأسلحة القوة، بأسلحة الذكاء، ونخلق أطفال يبنون المستقبل. لا نريد بناء جدارات فارغة باردة رمادية، نريد أن نبني جدارات مليئة بالدفء ومليئة بالوجودية ومليئة بالحب ومليئة بالشغف. ما حركني طوال هذه السنوات شغفي وحبي وما أقوم به عن حب وعن قناعة وبإخلاص. حين نحب ما نفعل وحين نقوم به بإخلاص فهو يبادلنا نفس الحب ونفس الإخلاص. حين أرى في وجوه العديدين هذا الحب وهذا الاحترام لمشواري المتواضع، أقول نجحت شيئا ما بأن أخلق جمهورا يحبني، يسعى إلى أعمالي ويقدر ما أقدمه بكل الحب والاحترام. أتمنى لكم مستقبلا واعدا جميلا مليئا بالشغف ومليئا بالحب ومليئا بكل الأشياء الجميلة، أن نثق في أنفسنا، أن نقول نحن أبناء منبت الأحرار ومشرق الأنوار، نحن أبناء المغرب. يجب أن نكون فخورين بما قدمته بلدنا وبما ستقدمه وبما ستقدمونه أنتم. نحن همزة الوصل بينكم وبين المستقبل، نحن التاريخ، نحن سيذكرون التاريخ ونريد أن تذكرون أنتم وأن تؤسسوا لأن لكم تاريخا يفخر بكم وبمنجزاتكم. التاريخ لا يريد الضعفاء، التاريخ يريد الأقوياء المتوازنين، يريد الأصحاء داخليا وخارجيا. سعيدة أن ألتقي بكم، وسعيدة أن نفتح الحوار، وسعيدة أن نتبادل الأفكار، وسعيدة أن يكون أمامي أطفال المستقبل بهذه الثقة وبهذا الحضور البهي. شكرا على حضوركم ولكم الكلمة.